الخليج نقول لكم شكرا، قبلها باسم كل أمازيغي، شكرا الفول كبارة، شكرا ترميرت. هكذا ترفع الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى الكوير العزيزة. هنا في لحظة تاريخية، الكاس العالمية أسود أظنون تنميرت نعطاس استما أيتما. تحية طيبة وشكرا لكم. اليوم الأسود والأشبال فريق المغربي كيفوز بكأس العالم، وهذا طبعا مفخرة للمغاربة كلهم. خصنا نفتخروا بهذا الإنجاز اللي غيعطينا واحد الإشعاع دولي، وكنهنئوا هاد الشباب هذا اللي بذل مجهود كبير باش يوصل لهذه الدرجة المتميزة. كذلك نقدموا الشكر لكل من ساهم من بعيد أو قريب باش نوصلوا لهذه الدرجة هذه. ولكن في نفس الوقت وكنهديو هذا الفوز للقارة ديالنا الإفريقية، وكذلك العالم كله. والمغاربة صراحة مثل أفريقيا أحسن تمثيل. إذن المغرب وإفريقيا تفوز بكأس العالم، ولكن في نفس الوقت سيخرج بعض الانتهازيين وبعض قرصنة إنجازاتنا الإفريقية المغربية باش ينسبوها كذا للعرب، دولة عربية، كأس العالم العربي، إنجاز عربي، إهداء للعرب. شوفوا الله يرضي عليكم، إلا بغيتو شي إنجاز عربي كاين دول الخليج، جزيرة العرب، يبذلوا المجهود ديالهم ويمثلوا آسيا ويجيبوا الكاس. ما تبقاوش تفرعوا لنا ريوسنا، راه هادشي طلع لنا في ريوسنا، حنا مغاربة. إنجاز ديال المغاربة وإنجاز ديال إفريقيا، وديك العرقية والقومجية اللي كتدخلوها في كل بلاصة، كل قنت اللي كنضربوا عليها حنا تمارة. فغير العرب عطاو الكثير في جميع المجالات، في الفلسفة، في العلوم، في الدين، وفي الاخر كيلوحوهم في التوش وكينسبوا لهم كلشي، وهما ما داروا والو، ما جمعوا احاديث، ما قعدوا اللغة العربية، ما نتجوا في الطب، ما نتجوا في الفلسفة، ما نتجوا في العلوم، وكيجيو وكيقرصنوا كلشي وينفخوا في الدات ديالهم. شوف هاد الكأس إفريقية مغربية، مغربية إفريقية. عاش المغرب، عاشت إفريقيا، وإفريقيا للأفارقة دائما وأبدا. وهذا الكأس ديالنا حنا، كأس للمغاربة جميعا، وكأس للقارة الإفريقية. السالية الهضرة، هذيك الشوفينية وهذيك العرقية غادي تاكلوها. السالية الهضرة الناس كيبذلوا المجهود، وهذاك اللي سجل 2 إصابات راه ابن الأطلس، ابن الأطلس. وبلا ما تزايدوا على الهوية ديالنا، وباختصار هاد الأرض أمازيغية والهوية ديالنا كلنا أمازيغ، وبلا ما تبيعوا تشريو في الإنجازات ديالنا. أيوز النون تنميرت نوطاس آرتك ذيختنا وكوشنا. تحية طيبة وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. وأزول ولن نزول البتة.